أجمل سويد لأجمل عرايس، وأسهل طريقة، وصحية وحلوة. بصراحة جميلة 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 وسهلة، وثلاث مكونات فقط بس. والله روعة. وليها نصائح كتير، يعني في طريقة للناس اللي بتعرق، وفي طريقة للناس اللي هي ما بتعرقش يدها. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ شوف اللون، شوف الحلاوة يا بنات. ايه رأيكم في السويد ده؟ والله روعة روعة روعة. ربنا يهني ويسعد البنات ويريح بالهم، وافرح بكل العرايس يا رب. يا رب حقك النبي. واللي يضع لايك إن شاء الله يا ربنا يديله ويفرح قريب. حقك النبي وافرح بيه، ويديله الذرية الصالحة والعريس الحلو إن شاء الله. يلا واللي داخل على القناة أول مرة ويشوف الفيديو ده كده، يدوس كده على زرار الجرس، ويعمل كلمة الكل عشان يوصل له كل فيديوهاتي ويستفاد بفيديوهاتي. ورجاء كده تعليق حلو ومشجع، عشان العرايس كلها ربنا يكرمها بالراحة والسعادة والذرية الصالحة، والراجل إن شاء الله اللي يهنيها العمر كلها إن شاء الله. شايفين؟ دي أجمل حلاوة وأسهل حلاوة وصحية جدا، أحسن من بره. فطبعا أنا لما بحتاجها بحطها في حلة بخار مية، وأطلع منها حتة عشان مبوظهاش. يلا بينا نشوف هتعملها انتصار أنور عباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم قناة انتصار عرفة، اللي أول مرة يشوفها ويعرفها. أنا من مصر، ومن صعيد مصر. يعني أنا هتلاقيني سلطة على بعض، صعيدية بحروية أسوانية، يعني من كل بلد ومن كل حتة. أنا أحب كل بلاد العالم. فأول حاجة كده هنعمل مع بعض كوبايتين سكر على كوبايتين مية، وهنحطوهم على بعض ومنولعش النار غير لما نحط المكونات. هحط قلنا ايه؟ كوبايتين مية على كوبايتين سكر، واكون عصرة ليمونتين حلوين كده، واصفيهم بالمصفى عشان منزلش بذر يا بنات. فاهمين؟ ده كله قبل ما اولع النار، انا لسه ما ولعتش النار خالص خالص خالص. وهحضر معلقه خشبيه او سيليكون. ما تحضريش ألمونيوم، ما تحضريش ألمونيوم كده. انا بصفي معاكم الليمون. دي ليمونتين بصفيهم. اوعي تروح عصر الليمون كده على طول، لا. ما تنزليش البذر عشان ما يضايقكيش وانت بتعملي في السويد في جسمك اي حاجه. وابدا اقلبهم قليبه تمام لغايه ما احس ان السكر داب مع الليمون. واكون النقطه اللي هنا هحضر حوالي 3 اسبرين او ريفو. دي بصراحة جميلة جدا. انا بقولك الليمون ما بيخلوش يسكر، بس الريفو او الاسبرين ما برضو ما بيخلوش يسكر. وفي نفس الوقت ما بيخليكيش تتألمي جامد. انا مش هقولك تتألمي خالص، لكن ما تتألميش جامد. وهقولك على طريقة بس ما تتجريش الفيديو، هيخليكي ما تتعبيش خالص. طريقة مجربينها جدا من زمان، احنا من ايام ماما. بس ما تجريش الفيديو واصبري وشوفي ايه اللي هيخليكي ما تتألميش. انا هقلب خالص خالص المكونات مع بعض. احنا قلنا هم كام؟ 4 مكونات. ولو انت عايزة تلغي الريفو الغيه، بس انا بحب احط فيه. يعني 4 مكونات: المية والسكر والليمون والريفو. الريفو بتاع زمان اللي هي يا الورقة الصفراء يا الورقة الايه، الخضرة دي يعني. هقلب جامد انا لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، لغاية ايه؟ لغاية ما تدوب الخلطة اللي معانا. فاحنا كده يا حبايب كده، اللي بيحبني واللي ان شاء الله ربنا يكرمه بالخير كله، وافرح بكل العرايس الحلوة كده، يكتب ايه؟ تعليق مشجع ويقول لي ايه رأيه في الفيديو ده. انا عملته اصلا للعرايس. بنات اليومين دول بيتعبوا جدا في عميل السويد. في ناس كتير تقول لي انا ما بعرفش اعملها، في اللي بيطلع ناشف، في اللي بيسيح،
في اللي بيتحرق منها، في اللي بيسكر. فاحنا حبينا نعملوها علشان ايه؟ علشان تبقى سهلة عليهم. وفي طريقة تاني، انا لما بعمل السويت لما احتاجه ان انا اخده تاني، ليا طريقة مختلفة عن اي حد. بس قبل ما نعمل اي حاجة كده، اللي داخل على القناة جديد ونورني واول مرة يشوفني، يدوس على زرار الجرس وكلمة الكل عشان يوصل له كل فيديوهاتي، ولايك كده حلو، وايه، وتعليق مشجع. ويا رب اكون بفيدكم، يا رب اكون ايه بفيدكم. اهم حاجة ان اكون بفيدكم وتتعلموا من المعلومات اللي بديها لكم، وما اكونش مقصرة معاكم. واللي عايز حاجة يكتب لي على الكومنت، يقول لي ايه اللي محتاجه، والله العظيم انا ما هقصر معاه. وعمري ما بتأخر على حد في الرد على التعليقات. انا طبعا بجيب بعد ما بغلي المكونات دي على النار. واهم حاجة النار تكون في البداية عالية، وبعد كده عندما بتغلى غلوة واتنين اوطي عليها سيكة شوية كده، اوطي عليها شوية علشان ما يتحرقش مني. وحاجة تاني، ان انا يدي ما تسيبش الايه الخليط، يدي تقلب فيه، يدي تغيبي كده ثانية او ثانية تغلبي. ليه التقليب ده؟ بيساعد على عدم التسكير، على عدم ايه التسكير. يبقى احنا اهم حاجة ان انا احط ليمونتين علشان ما يسكرش. تاني حاجة انا يدي ما تسيبش فيه خالص علشان برضو ان عدم التسكير. واجيب طبق ميلامين زي اللي جايباه ده انا، وبجرب العجينه عليها. بجرب العجينه، لقيتها سايحه شويه اولع عليها تاني. اديني ايه، لقيتها سايحه شويه ولعت عليها. في نقطه هنا يا بنات احب اقولها لكم، وضروري تاخدي المعلومه منها جامده. ايه هي؟ في يد جسم بيسيح وفي جسم ما بيسيحش. يعني انا لو يدي سخنه وبتعرق وبتسيح، اديها غلوة حوالي 5 دقايق تاني، ازود الغلو شوية. لكن لو يدي ما بتسيح، خليها حلوة وطرية، وتخليها ايه حسب ما انت بتجربيها في الطبق. لقيتيها كده بعد كام دقيقة انك انت مسكت مع بعضها وبقت حلوة، يبقى كده اطفي عليها. لكن يدك بتسيح، اديها زيادة شوية، نضج شوية، حوالي 3 دقايق 5 دقايق زيادة. انا لما لقيتها لسه تسيح معايا، عشان زي ما تعرفوا انا يدي سخنه شويه، فسخنه بتسيح الحلاوه السويت. فحبيت اغليها ليه؟ عشان وانا بستخدمها ما تسيحش في يدي وتتعب جسمي. امال انت لحد دلوقتي يا انتصار ما قلتيش ايه اللي انت بتستخدميه تيجي تستعملي السويت؟ في حاجتين يا بنات، حاجتين. في حاجه زمان ايام المرحومه ماما، تجيب طوب احمر وتدق وتنخله وتخليه ناعم زي البودرة، ناعم. شوف انا بقول لك ايه، اكيد تخليه ناعم، ما تخليش خشن عشان ما يعوركش. وبتحطيه على جسمك زي البودرة في الحتة الحساسة، تحطيه على ما يتعبكيش خالص. خدي معلومة مني انا، والله 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 بقول لك اللي هو الايه البودرة. ما عندكش انت دي او طوب، وهتقولي ان انا هجيب طوبة من فين وهعمل. يا ستي هاتيلك علبة بودرة 3 خمسات زمان دي، او الخيط هي اسمها 5 خمسات، اللي هي اسمها ايفا. يا تجيبي عبرة اطفال وتحطيها في الحتة الحساس، ورد عليها وقولي ايه النتيجة. انا مش عايزة غير انك انت تردي بعد ما تستخدميها، ردي وقولي لي ايه النتيجة. بصراحة هتدعي لي، والله 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 هتدعي لي. في الحتة الحساس حطي يا بودرة الطوب الأحمر، الطوب الأحمر، ويكون منخول وناعم خالص خالص خالص، ما فيش أي زلطاية ناشفة. يا تحطي البودرة الأطفال اللي هي إيفا، هي ال5 خمسات في الحتة الحساسة. واستخدمي بعد كده السويد، مش هتحسي خالص. لأن أيام الشتاء، ايام الحراره اقصد، بتبقى الجسم بيعرق، الجسم ايه بيعرق، بيسيب ميه، مهما تنشفي برضه هتتعبي. فانا البودره بتريح الانسان. في ناس كمان بتحط بنج. انا بصراحه ما جربتهاش، بس انا حب الحاجه بتاعت زمان اللي هي اللي بنستفاد منها الطبيعيه،
الطبيعية بتاع الزمان. طبعا احنا تلاقينا ان استوت وفضيتها في علبة. يعني في ناس تقطعها مربعات مربعات وتحطها في كيس، لا انا حطيتها في العلبة. ولو احتجت اخد منها تاني اجيب الحلة زي كده فيها مية واحط حبة فيها، بعد ما اجي اخد مرة منها واروح حطاها تبدأ تدفى حواليها، اروح مطلعها حتة بسهولة واغطي الحتة التانية وامشيها على يدي واخد منها. عرفت الطريقة دلوقتي؟ يا الطوب الأحمر اللي هو المطحون وناعم جدا، يا الايه بودرة بتاعت الأطفال. شايفين الطريقة؟ ولما أحب باخد وأجرب على طبق ميلامين، بجرب على طبق ميلامين وباخدها كده وأجرب على يدي. وقلت لكم قبل ما هتاخدي تاني علشان ما تحرقش منك وتسوي تاني على النار وتعملي تاني، لا تحطيها في حمام مية. تحطيها في ايه؟ في حمام مية. حطها في حمام مية، وعندما تبدأ تسخن هتطلع من الجناب، واخد من الجناب الحتة كده وامشيها على يدي، امشي هتلاقيها ايه؟ تبقى سهلة وحلوة جدا جدا جدا. جربيها، ويا ريت يا ريت تردي عليا وتقولي لي ايه رأيك في الكومنتات. هل عجبتك الطريقة دي ولا لا؟ بصراحة يعني طريقة والله العظيم ما بكدب عليكم، وكتاب الله وكتاب الله أنا بقول لك اللي بيحصل معايا واللي مجرباه، وهتجربيها وهتدعي لي وهتقولي لي إيه رأيك. بس كده يا ريت بقى، على قد اللي أنا بديكم معلومات حلوة ومفيدة، يا ريت تديني تعليقات، ما تطنشيش وتوسعي بالك. والله العظيم أنا بفرح جدا. والحاجة دي يكون في علمك من زمان أنا علمتهاني واحدة زمان وأنا صغننة، كنت واقفة عنديها زمان وعنديها في البيت. يعني كنت عوني في أولى ثانوي تانية ثانوي، فورتهاني دي من البحيرة متهيألي أو المنصورة، يعني من بحري. فورتهاني قالت لي طريقة سهلة وحلوة وهتستفاد منهم. لكن حكاية الطوب الأحمر ده من الماما الله يرحمها بصراحة. يعني الستات بتوع زمان دي تاخدي منها الخبرة الحلوة. شايفين اهي؟ فأنا طبعا عايزة أكد عليكي، انت لو يدك بتسيح اديها غلوة 5 دقايق زيادة عشان ما تسحيش وانت بتعملي السويد. اديها 5 دقايق زيادة. فهماني ولا لا؟ اهو. يا رب اكون فدتكم واكون عند حسن ظنكم، وتكون ايه يعني ما مش مقصرة معاكم. طبعا واللي بيتابعني يقول لي يا ريت بيتابعني من فين، أنا بفرح جدا منكم يا حبايبي. ومن هذا الموقع الفيديو الجميل البسيط الصغير أحب أشكركم كل اللي بيضع لايك. أشكركم جدا جدا بصراحة. أنا بيكم بكبر، أنا بيكم بكبر. يعني لو الفيديو علي وخد مشاهدات عالية يبقى مين السبب؟ انتوا. لاني انا زي موضوع الممثلين بحب ايه، احب ان اقول لكم ان انا بيكم بكبر، من غيركم الفيديو ما يبقاش ليه عازة. فرأيكم يهمني جدا 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 جدا. بس فالقناة دي مش بتكبر ايه غير بيكم انتوا بصراحة. اما هتيجي هتقولي لي انت يعني فضلت السويت تعمليه، قلت له ما في والله ناس ما بتعرفوش يا حبيبتي. والله في ناس كتير تقول لي بتعمليه ازاي، وفي ناس يعني مش لازم اذكر لكم ناس، انا كتير واحده تبعت لي تقول لي والنبي اعملي لي سويد، السويد اللي انت بتعمليه حلو وطري وجميل وما بيتعبنيش. بصراحه الحمد لله الحمد لله، احمد ربنا واشكره، ده بحب ربنا وكرمه ان انا شاطره في كل حاجه. والله اكبر على اي حاجة انا بعملها الحمد لله. ويا ريت كده بقى كده كده بيدك الحلوة كده، لايك كده حلو وتعليق حلو وكده. طبعا اللي داخلالي اول مرة كده تعمل لي مشاركة كده علشان توصل لها كل فيديوهاتي. ويا رب اكون بفيدكم وبعديكم معلومات حلوة واكون عند حسن ظنكم. واحب اشكركم واحب اقول لكم تصبحوا على خير، وأستودعكم عند الله لا يضيع الودائع. باي باي.